من جانب عناصر فريق المولودية الوجدية. تمريرة أمامية، محاولة مطولة، فرصة لاختراق داخل منطقة الجزاء ورفع الكرة بهذا الشكل وتسجيل الهدف بهذه الطريقة. نشوف القرار ديال الحكم في الوقت اللي كانت عملية هجومية ممتازة منسقة، ويوسف أنور يظهر على أنه وضع الكرة ديالو في الشباك. كل كان كيعتقد أن الحكم غادي يشار الراية معلنا على تسلل، ولكن كيظهر على أنه انسلال ناجح ديال يوسف أنور وكيوضع الكرة ديالو في المرمى. إذا 1-0 بطريقة ذكية، وأيضا برفع الكرة بهذا الشكل. يمكن نقول بأنه حتى المدرب فوزي جمال ما كانش كيتوقع أن الكرة غتدخل المرمى بهذا الشكل وبهذه الطريقة هذه. غادي نتابعوا الإعادة وغادي نشوفوا اللقطة الماضية لهذا الهدف اللي جاب هذا الشكل هذا. لاحظوا هنا الانطلاقة. إذا هنا الانسلال ديال يوسف أنور لوحده أمام الحارس، بعد ذلك رفع الكرة بكل هدوء. لاحظوا حتى يوسف أنور يمكن نقول بأنه خدا الوقت ديالو الكافي ورفع الكرة بكل هدوء معلنا عن الهدف الأول امام التواجد ديال الحارس يوسف المطيع. اذا تابعنا الاعاده وكنتابعوا هنا ايضا الطريقه اللي جات من خلال الكره ورفع الكره بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه. صراحه هدف جميل ولو انه جاب هذا الشكل هذا. ولاحظوا يوسف انور ما احتفلش نهائيا بالهدف، بعد ذلك بدا كيشوف الحكم وكيشوف الحكم مساعد ثم كتجي الفرحه وكانها كانت مؤجله من جانب فريق الوداد. شوفوا هنا التحضير عن طريق جبران يغير تماما، والمحاوله من يحيى عطية الله يستعد للتصويب. تصويبه اماميه مركزه، هدف رائع ليحيى عطية الله. هدف مميز، طريقه جيده. تابعنا كيف انه هي كورته، كيف انه قدم الكره بعد الشيء الامام، كان يؤكد هذا الامر على انه سيصوب. هدف الوداد جاء بطريقه مميزه. ان كان الهدف الاول بتقنيه اللوب برفع الكره على الحارس، الهدف الان الثاني الذي ياتي في مباراه اليوم هو هدف التعديل من جانب الوداد، جاء من خلال يحيى عطية الله من هذه المسافه، من هذا المكان. هي كورته تصويبه اماميه مؤطره قويه جدا على يسار الحارس زياد العفسه الذي لم يتمكن من تقديرها بالشكل المناسب، وبالتالي واحد طموح ايقاف كل هكذا كرات تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه سامبو، تصويب وتحضير، تعود من جديد للوداد. هدف ثاني. بوسفيان يؤكد ان الوداد في الجوله الثانيه افضل من الشوط الاول بكثير، بهدفان اثنان من امضاء الوداد، من امضاء لاعبي فريق الوداد. الاول من يحيى عطية الله والثاني من جانب بوسفيان. هل هو انهيار دفاع فريق المولودية الوجدية؟ سنتابع ما حدث داخل منطقه الجزاء. عادل رمزي يشوف ان الامور لصالح الان التقدم ودادي. نعم، هذه هي الكره التي لعبت داخل منطقة الجزاء. الانزال بهذا الشكل، سامبو لم يتمكن من الكرة الأولى، ثم بعد ذلك يأتي بوسفيان ليكمل المسير، وبالتالي يجي الهدف الثاني. سيتم تمحيص هذا الهدف، أمر طبيعي من غرفة الفار لتأكيد القرار. هل سيستأنف المشوار أم أن هنالك أمر بعض؟ نشوف اللقطة. لعبت هذه الكرة، سيفتين بورا، تحضير كان من أمين أبو الفتح، ثم الإنهاء من بوس. مستمرة، هو لازال في حوار. إذن سيتوجه هنالك هدف مشروع للوداد. هدف مشروع للوداد، 3 أهداف مقابل هدف واحد. فرحة كبيرة لمناصري فريق الوداد الرياضي. يبدو أنها العودة لمصالحة النتائج الإيجابية من مباراة اليوم. الوداد الذي حقق في هذه اللحظة هدفه الثالث، تمريرة من يحيى جبران، استثمار من جانب سامبو. ثالث الأهداف ليكون من جانب فريق الوداد الرياضي في عملية هجومية منسقة. انهيار تام لفريق المولودية الوجدية هنا. إذن التقنية والخطوط الوهمية